ازاي نتعامل مع الافكار الجنسية المسيطرة وبجد مش عارف توقف تفكير في كده. الحقيقة هي مش بس الافكار الجنسية، احنا عندنا افكار 5 مشهورة جدا بتهجم على البني ادم: افكار الغضب، افكار الخوف، افكار الحزن، افكار الشك، افكار الشهوة. والافكار الجنسية تابعة لافكار الشهوة، والافكار دي مرهقة كلها، سواء غضب ولا خوف ولا حزن ولا شك ولا شهوة. الافكار الجنسية ليها زي حصون بنحصن نفسنا منها. أول حاجة، تكثر الأفكار الجنسية عند عدم غض البصر. فأنا عايز أوصي حضرتك بغض البصر الأول في السوشيال ميديا في تليفونك، لأن كل ما الإنسان بيبص على حاجة، كل ما العين دي عاملة زي الكاميرا، تصور وتعلق في القلب، تصور وتعلق في القلب. فأنا دلوقتي في تليفون قدامي بيصورني، انا لو عملت كده انا شايف التليفون دي، لان الانسان لما بيغمض قلبه بيبعت له صور، اخر صورة انا شايفها التليفون اللي قدامي، فلو عملت كده انا لسه شايف التليفون قدامي. فكثرة غض البصر أزكى. شوف، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى، يعني أطهر، ذلك أزكى لقلوبهم إن الله خبير بما يصنعون. وخد بالك، أنا مش بكلمك على الأفلام الإباحية، أنا بكلمك على البنت اللي بترقص، لو انت ولد يعني، البنت اللي بترقص، البنت اللي لبسها مش مناسب، البنت اللي طالعه بتهزر بطريقه لا تليق، لا ترضي الله ورسوله، مشهد في فيلم فيه تقارب ما ينفعش اتفرج عليه، كل ده بيحشي القلب بالافكار. فدي اول حاجه، غض البصر. كثره الذكر من 1000 ل 3000 لا اله الا الله على سبحتك، طول ما انت قاعد كده ما بتعملش، ما بتشتغلش، ما بتكتبش حاجه، ما مش بتخلص تقرير على الكمبيوتر، مش لا اله الا الله. الفكرة تيجي تصدها لا إله إلا الله، تيجي الفكرة، الذكر يطرد كل ده لأن القلب قوي. آخر حاجة إنك أنت تبقى شاغل وقتك، لأن الفراغ نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالرياضة لازم تبقى عارف إنها حصن كبير، الشغل وطلب العلم وحضور المجالس، بحيث إنك أنت ما تقعدش لوحدك كتير. أضف للموضوع ده الحل الرابع، وهي انك انت تبقى عارف حجم الاجر اللي بتاخده لمجرد مقاومتك للفكر، لان هناك فارق ما بين الترك وعدم الفعل. عدم الفعل ان مفيش حاجة معروضة قدامك، فانت لا تؤجر على ترك الذنب اللي هو مش موجود حواليك. لكن لو هجمت الفكرة وتليفونك جنبك ولا الكمبيوتر، وتعرف توصل لأي حاجة محرمة تشوفها تثير الشهوة أكتر، هجوم الفكرة مقاومتك ليها ده اسمه الترك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ربنا ياخد بإيدينا.